وصفتنا النهاردة من أحب الوصفات ليا، وأكيد برضو الكل بيحب كفتة الفراخ. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة، وأكيد طبعا الكل بيحبها في شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين يا رب بصحة وسعادة. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، وهتكون أبدا مش ناشفة من جوه أو مفرولة، أحلى من المحلات وأنضف، وهنضيف ليها حاجات حلوة هتخليها تحفة. معايا كيلو ونص من الفراخ صدور على وراك، وعليهم الدهنة أو لية الخروف اللي انت تحبيه. معايا بصلتين صغيرين وعليهم كده حوالي 5-6 فصوص من الثوم، كوباية من الشبت والبقدونس، ومعايا جرنين فلفل، واحد حار والتاني اخضر. لو حابة تحطي فلفل الوان طبعا يكون احلى واحلى، بس انا ما كانش عندي فلفل الوان، حطيت الفلفل الاخضر. نضربه في الكبة بتاعتنا لحد ما نخلي اللحمة بتاعتنا ناعمة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بس البصل انا ما ضربتوش مع اللحمه، البصل فرمته الاول لوحديه بس فرم بسيط، ما خليتش الميه طلعت منه، وبعد كده ضفته على الفراخ بتاعتنا. هحط التوابل بتاعتي، التوابل اللي هي نص معلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه كبيره من البابريكا، ونص معلقه صغيره من بهارات الفراخ، نص معلقه صغيره من الكاري، نص معلقه صغيره من ورق اللورا وحبهان المطحون، معلقه صغيره من البيكنج باودر عشان يدينا هشاشه للكفته بتاعتنا، والفيجيتار 2 كيس فيجيتار، حابه تحطيهم حار ماشي، لو حابه تحطيهم عادي. لو ما عندكيش فيجيتار ممكن تحطي بداله بقسماط. هتقلبي الخليط ده كله في بعضيه كويس خالص عشان يتجانس مع بعضه. برضو هتعجنيها بايدك مش بالمعلقه، انا عجنتها بايدي بصراحه. هتعجنيها كويس خالص بايدك بحيث ان هي الخيوط اللي فيها تصغر، تمسكيها في ايدك كده ما تلبكش، تعرفي خلاص ان الكفته بتاعتك كده خلاص بقت تمام. هتصبعيها على سياخ او هتصبعيها على المعلقه، او هتصبعيها على ايدك باي شكل انت بتحبيه. هتحطيها جنبيك على صينيه او اي حاجه. بعد كده هتحطي الطاسه بتاعتك على النار، وهتحطي فيها كميه الزيت اللي انت عايزاها. اهم حاجه طبعا النار تكون واطيه مش عاليه عشان ما تشعوطش منك الكفته بسرعه وتتاخد لونه بسرعه من غير ما تستوي. لازم النار تكون هاديه خالص على الكفته بتاعتك. انا كنت حطاها على نار صغيره ومهدياها برضو. في ناس طبعا بتحب تاكل الكفته محمره، ما بتحبش تحطها في التسبيكه او اي حاجه، فلو انت بتحبيها محمره هتحمريها زي ما انت شايفاها كده بالظبط. بعد كده بعد ما تخلصي تحمير خالص هتحوشي الزيت خالص من الطاسه بتاعتك، وهتقلبيها كل شويه عشان تاخد التسويه الكامله بتاعتها وما تطلعش نيه من جوه، وهتغطيها بغطا. كل شويه ترفع الغطا عن الكفته بتاعتك وتشوفيها استوت ولا لا. وبرضه هتقلبيها من وقت للتاني، يعني كل شويه تقلبي فيها، يعني هتاخد حوالي 10 دقايق تقليب المستمر. ولازم برضه تبقى متغطيه، ده لو انتي هتحبيها محمره. انما انتي لو عايزه تحبيها بالتسبيكه هتحطي تعملي لها كده بصلايتين وهتحطيهم في شويه سمنه. لما تلف كده معاكي البصل هتروحي نازله بشويه الطماطم، وهتحطي عليهم معلقه من الفلفل الاسود. لو هتحطيها في التسبيكه ما تحطيلهاش اي توابل تاني، عشان احنا حاطين التوابل بتاعتنا وخلاص مستكفي على كده. لو حطيتي توابل تاني هتضيع معاكي طعم اللحمه خالص، فلما تزيدي التوابل في الفراخ او اللحمه هتضيع طعم اللحمه خالص مننا. فاحنا حاطين في الفراخ بتاعتنا من الاول بهارات، خلاص ما نحطوش تاني. لو لسه معايا لحد دلوقتي في الفيديو ما تنسيش اللايك، عشان اللايك هو بيرفع معنا الفيديو. وما تنسوش تصلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وما تنسيش برضو معلقه صغيره من البيكنج باودر، البيكنج باودر هو اللي هيديكي هشاشه للكفته بتاعتك وهيخليها منفوخه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. لو انتي عامله نفس الكميه اللي انا عاملاها كده حطي لها معلقه صغيره من البيكنج باودر. لو عامله كميه قليله حطي لها نص معلقه من البيكنج باودر عشان ما تنفش معاكي الكفته خالص. وبعد كده الكفته تهمد معاكي، هتطلع معاكي شويه كفته زي العسل. هنعمل النهارده شويه رز زي العسل، شويه رز. حابه تعملي رز بسمتي ماشي، حابه تعملي رز مصري ماشي. انا النهارده عملت شويه رز مصري، وعملت كده بصلايه فرمتها يعني ناعم على ايدي، انا كنت عاملاها على ايدي مش على الكبه خالص. هتحطيها كده في معلقتين او 3 من الزيت، لما خلاص كده تلون وتديكي اللون الاصفر هتنزلي عليها بالرز بتاعك المغسول مش منقوع خالص. هتشوحيها حوالي كده 7 دقايق على النار، وهتزوديها بالميه المغليه تبقى الميه فوق كده الرز بعقلة صابع. هتحط عليها معلقه من الكركم، الكركم طبعا بيديه طعم ولون حلو خالص. وان شاء الله صياما مقبولا وافطارا شهيا. هيغلي كده الاول، هتخليه على نار عاليه هيغلي غلوتين وبعدين تهدي عليه، وكل شويه طبعا هتعري الغطا بتاعك وهتقلبيه
لحد ما يستوي، بس تخلي بالك منه ان هو ما يطيب منك زياده. كده خلاص الرز بتاعي استوى، اللهم صل على النبي. والكفته بتاعتي خدت حوالي ربع ساعه على النار، وحطيتها شويه كده على الفرن، خدت حوالي ربع ساعه، طلعت بالجمال والحلاوه اللي انتوا شايفينها دي. اللهم صل على النبي. شايفين عامله ازاي؟ بصراحه تحفه تحفه. جربوها ان شاء الله في شهر رمضان هتعجبكم. وبكده نكون خلصنا الفيديو، أتمنى يكون الوصفة عجبتكم، وإن شاء الله تشرفكم في العزومات، وأشوفكم على خير في وصفات تانية أحلى وأحلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.